هنعمل مع بعض النهاردة مكرونة بالسجق والموزاريلا، بس رهيبة. كل شوية بيطلبوها مني. شايفين شكلها وطعمها جميل جدا ازاي. حاجة كده سريعة ممكن تاكلوها في الغداء او كمان في العشاء. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين شكلها جميل جدا ازاي وطعمها رائع، ان شاء الله هيعجبكم. يلا بينا بقى نبدأ مع بعض ونشوف هنعمل ايه. في حلة عندي هنا على النار هحط مية وهسيبها لحد ما تغلي. اول ما تغلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هبدأ ان انا احط لها ملح وهنقلبه لحد ما يدوب معانا كده، وبعدها هضيف كمية المكرونة اللي حابينها. انا هنا ضفت نص كيلو من المكرونة، طبعا اي مكرونة انتوا تحبوها، وهنقلبها ونسيبها لحد ما تستوي خالص. في الوقت ده تعالوا بقى نحضر الخضار بتاعنا. هنا انا جبت شوية من البقدونس، هقطعهم كده قطع صغيرة خالص بالشكل ده. بعد كده هنجيب بصلة متوسطة هنقطعها مكعبات صغيرة بالشكل ده كده. انا مش عايزاها تكون كبيرة، عايزاها تكون صغيرة كده. بعد كده هجيب طماطميتين يكون حجمهم وسط وهنقطعها برضو هي كمان مكعبات. برضو هي كمان مكعبات صغيرة بالشكل ده. بعد كده هنجيب السجق، طبعا اي نوع انتوا بتستخدموه. انا هنا استخدمت سجق بلدي، طبعا ده بيدي طعم جميل جدا، بس لو مش متاح عندكم خلاص النوع اللي تحبوه. وهنقطعه بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. تكون قطع صغيرة كده، هنقطعه بالشكل ده كده. طبعا الافضل انكم تستخدموا المقص علشان حشو السجق ما يطلعش منها. هنقطعه كده وهنخلص كل الكمية اللي عندي. بالشكل ده كده. الخطوة دي طبعا اختياري، لو عاوزين فلفل بارد او سبايسي قطعوه مكعبات صغيرة كده. طبعا لو مش عايزينه خالص في الوصفة خلاص زي ما انتم ما تحبوا. هنقطعه بقى كله مكعبات كده بالشكل ده صغيرة برضو. بس كده خلاص. الخطوة اللي بعد كده هنحط في طاسة على النار وهنحط فيها معلقة من الزيت تكون كبيرة، وهنحط عليها معلقة من الزبدة وهنسيبهم لحد ما الزبدة تسيح معايا. بس كده. اول ما الزبدة ما تسيح معايا هنزل بالبصل اللي قطعته وهنفضل نقلبه كده بالشكل ده لحد بس ما ياخد لون شفاف كده معايا. انا مش عايزاه يدبل مني عشان لسه هسوي معاه بقية الخضار. ده كده شكله. بعد كده هضيف له نص معلقة صغيرة من الثوم المفروم وهنقلبهم كده. واول ما ريحة الثوم هتطلع معايا هنضيف له السجق بتاعنا اللي احنا قطعناه. هنقلبه كده معاه
كويس قوي بالشكل ده، بس ما نزودش قوي في التقليب علشان خاطر الحشوة بتاعته ما تخرجش منه. هنسيبه كده لحد ما ياخد لون معايا، وبعد كده هبدأ اقلبه. شايفين شكله ولونه بيتغير ازاي؟ هنقلبه طبعا من وقت للتاني لحد ما السجق كله يتشوح معايا وكله يبقى لون واحد. في الوقت ده هنضيف له الفلفل اللي انا قطعته وهنقلبه معاه كويس جدا. وهسيبه شوية كده قليلين خالص، انا مش عايزة الخضار بتاعي كله يدبل. بعد كده هضيف له الطماطم المكعبات اللي انا قطعتها وهنقلبهم تقليبة كده بسيطة. انا هنا مش عاوزاها تدبل مننا. بعد كده هضيف لها 5 معالق من الصلصة اللي هي الصلصة البيوري. بعد كده هضيف لها الملح طبعا على حسب الرغبة، واحط لها نص معلقة من الفلفل الاسود، ومش هحط بهارات خالص في الوصفة دي غير الفلفل الاسود وبس. وهنقلبهم كده كويس ونسيبهم لمدة دقيقتين. بعد كده هضيف لهم نص كوباية من المية، وهنقلبهم كويس ونظبط الطعم بتاعهم ونغطيهم ونسيبهم لحد ما يتسبكوا معانا. واول ما يستوي السجق معانا 3/4 سوا كده هنضيف له البقدونس المفروم بتاعنا وهنقلبهم مع بعض كده كويس، وهنسيبهم لحد ما يتشربوا المية ويتسبكوا كويس. كده خلاص هو اتشرب المية بالشكل ده كده خلاص استوى السجق والخضار معايا. وهنطفي خلاص النار عليه. بعد ما المكرونة ما اتسلقت صفيتها وشطفتها كده كويس. بعد كده هحطها وهزود عليها الخلطة بتاعتي اللي انا كنت لسه عاملاها، وهنقلبهم كويس جدا كده علشان المكرونة تاخد من طعم الخلطة كلها. في الوقت ده انا بكون مجهزة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 قبلها طبعا بربع ساعة. خلاص كده في صينية فرن او بايركس المتاحة عندكم هنحط المكرونة بتاعتي بالشكل ده، وهنسويها بقى كويس جدا كده. هنمسحها بس كده مسحة بسيطة علشان خاطر من الجوانب عشان يكون شكلها حلو. هنضيف لها جبنة موزاريلا او ميكس جبن، وبعد كده هنحط باقي المكرونة بتاعتنا. نسويها كلها كده كويس، وبعد كده هحط الجبنة الموزاريلا على الوش، ندخلها الفرن وهنحطها في الرف الاوسط لحد ما الجبنة بتاعتي ما تسيح، وبعد كده تحت الشواية لحد ما تاخد لون. شايفين شكلها جميل جدا ازاي؟ اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير.